امي بص. انت قصدك ايديهات؟ لا معايا بستقحها اكتر من بس كان في عشان 10 في الزمان كلم كلمتين وخلاص. هو ده ايه؟ برنامج مش قادر اهلا بكم متابعي الجورنال في كل مكان، معكم في بث مباشر جديد من داخل استاد الجيش ببرج العرب قبل ساعة ونصف تقريبا من انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مباراة لا تقبل القسم على اثنين. مباراة الصدارة، مباراة القمة، الزمالك يفوز يطلع للصدارة، المصري يفوز يعزز صدارته. 11 نقطة للمصري و10 نقاط للزمالك في المركز الثاني. بالتأكيد زي ما حضراتكم شايفين حضور جماهير نادي الزمالك قبل ساعة ونص تقريبا من انطلاق المباراة، أعداد قليلة ولكن لسه الوقت بدري بصراحة. الزمالك النهارده متواجد في الثالثة شمال على غير العادة. طبعا تسألني تقول لي ليه، أقول لك لأن الجمهور المصري البورسعيدي صاحب الأرض والجمهور هيقعد في الثالثة يمين، ولذلك جمهور الزمالك اتنقل في الثالثة شمال اللي هي أصلا مدرجات النادي الأهلي. زي ما حضراتكم كده شايفين أعداد الجماهير، اعداد الجماهير بتتزايد كل ما الوقت بيقرب للمباراه اعداد الجماهير بتتزايد، ومتوقع طبعا امتلاء المباراه، خاصه انها مباراه فيصليه لنادي الزمالك في ظل مطالبه الجماهير برحيل يانيك فيريرا. النهارده يانيك فيريرا لو كسب هيتصدر الدوري، وكل المطالبات برحيله اعتقد هتهدى كتير جدا جدا جدا، خاصه ان هيبقى في ماتشين قبل القمه، هيبقى في الجونه وفي الاسماعيلي، او الاسماعيلي الاول ثم الجونه ثم الاهلي. فلو النهارده يانيك فيريرا كسب نضمن لكم 100% ان يانيك فيريرا مستمر في قياده الزمالك حتى مباراه القمه، ولكن على مسؤوليتي الشخصيه او على مسؤوليه الجورنال ان يانيك فيريرا لو خسر النهارده هيبقى مهدد بالاقاله قبل مباراه القمه. جون ادوارد متمسك بيانيك فيريرا، بعض اعضاء مجلس الاداره بيطالبوا برحيله، ولكن حتى الان الكلمه العليا لجون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم شيكو بنزا بيغيب النهارده عن المباراه لاسباب انضباطيه، اللاعب اتاخر في العوده للقاهره. قرار يانيك فيريرا مع عبد الناصر محمد مع جون ادوارد استبعاد اللاعب تماما. بعد استبعاد شيكو بنزا من المباراه، يعني تواصلت مع اكثر من مصدر داخل نادي الزمالك، قالوا ان شيكو بنزا مشاكله كتير، شيكو بنزا لم يقدم الإضافة الفنية المطلوبة وقد يرحل عن الفريق في يناير المقبل في صفقة بيع نهائي. بتاع اسمه ايه جاي؟ والله داري الراجل ده جاي هو لسه في الشمال ده عارفه؟ بص وراك انت عندك. لا حلوه يا بارد. لا تحت